ناري ما عرفتش كاع صحابي شحال جابوا في الباك. زعما انا تقبلنيش مدرسه بهاد لانوت اللي جبت. عرفتي انا واخا يقبلوني ندوز الكونكور محال ندوزو مزيان، تعرفه راسي. ناري اليوم غادي نتلاقى عاوتاني مع صحاباتي، يلا من الله اش غيلبسوا، تعرفي تفركسوا عليا وهذا، ونبقى عاوتاني انا كيما ديما بوحدي كيتنمروا عليا. ناري قلتي ديك المره ملي جاوبت خلط في القيس، عرفتي كون غير سكت كلهم ضحكوا عليا. اش داني اصلا نهضر؟ انا فين ما هضرت كنقول شي حاجه غلط، اش داني نهضر؟ هلو جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مهم اليوم الموضوع ديالنا على الاوفر ثينكين او التفكير الزائد، وهو من اصعب الحوايج صراحه اللي يقدر يعاني منهم بنادم، حيت اما كيبدا يفكر في اشياء اللي وقعات له من شحال هادي وكيبقى يقول علاش وهذا، او لا كيبقى يفكر في الحوايج اللي مازال ما وقعات له ومحال كاع اصلا توقع له. المهم غير كيخربق راسو صافي. نهضروا على العلامات تشوفوا واش انت يمكن تكون اوفر ثينكين، كيفاش تحل هذا المشكل وشحال من حاجه. دونك ليتس جو بلا ما نطلبوا عليكم. Missing someone المهم نبداو الموضوع ديالنا بواحد القصه اللي كتعاود انه واحد الشركه ديال المواد الغذائيه فيها دوك الثلاجات الكبار راكم عارفينهم، ديال اللي كيخزنوا فيهم الماكله. دخل واحد العامل لديك الثلاجه، ولكن ما لاحظوش العمال فسدوا عليه الباب ديال الثلاجه وبدا كيدق السيد كيغوت حتى واحد ما سمعوا. المشكل هو انه لغد ليه الويكاند، يعني العمال ما غيرجعوش لمده يومين. صافي منين رجعوا العمال نهار الاثنين لقاو السيد مات وكتب حداه واحد الورقه كيوصف فيها الشعور ديالو، انه ما كيحسش بالاطراف ديالو، الاطراف ديالو كتجمد وما قادرش يتحرك، والكتابه بشويه بشويه كتخفى حتى تقطعات. المشكل انه اصلا الثلاجه كانت مطفيه. يعني هاد القصه كتبين لنا الصعوبه والتاثير ديال التفكير على النفس، يعني انه بسبب فكره جاتو في راسو انه ديك الثلاجه غتقتلو، غيموت تما بسبب البرد وغيتجمد، مات بصح. دابا واحد السؤال غتبقاو تطرحوه في راسكم هو واش انا اوفر ثينكر وشنو الحل الا كنت كذلك؟ اول علامه في الاوفر ثينكرز هما انهم غالبا كيواجهوا مشكل في اتخاذ القرار. يعني يمكن غير قرار بسيط جدا يقدر يبقى يفكر لمده طويله بزاف، مثلا غير اللباس سيدي، هو شنو يلبس اليوم غيبقى يفكر لمده ساعتين. علامه هو انه دائما كيبقى يرجع للماضي ويفكر ويحلل في الاحداث بادق تفاصيلها باش يبقى يندم على ادق التفاصيل. ثالث علامه هو انه دائما كيبقى يفكر حتى في المستقبل، هز الهم لكل شيء. ماشي مثلا غايقول غنبني حياتي ونخدم الخدمه اللي غتعجبني ونربي وليداتي احسن تربيه وهذا، لا، كيبقى يفكر سلبيا، كيبقى يفكر المشاكل اللي تقدر توقع له في المستقبل. الاوفر ثينكر دائما كيتلقى المورال طايح له لمده طويله، ماشي من شي حاجه وقعات له مثلا شي مشكل في الخدمه ولا في الدار في العائله، لا، غير من داكشي اللي كيفكر فيه كيتقلق ويغضب. ما تقولوا لي شي واحد هكا مثلا، شي واحد كتوقع له هذه مره في الشهر ولا جوج مرات ويجي يقول لي انا اوفر ثينكر، لا، راه الاوفر ثينكرز كيوقع لهم هاد العلامات كاملين، كتوقع لهم بزاف ديال المرات في النهار. دابا خاصنا نفكروا في شنو هو الحل الا كنت اوفر ثينكر. من الحلول اللي كيقولوا بزاف ديال الناس هي ديك ميديتيشن وهذا، ولكن ما نصحكمش بداك الشيء حيت ما خدامش الصراحه. بزاف ديال الناس جربوها وكيقولوا انهم ما نفعتش معاهم. فمن الطرق اللي زوينين وكينصحوا بهم بعض الناس هي الكتابه. فاي فكره كتسيطر عليك كتبها في ورقه في دفتر من الاحسن، خلي داكشي ذكريات باش تبقى ترجع له. منين غتبدا ترجع له تبقى تقول وات واي علاش كنت كنفكر في هذا الشيء. ثاني حاجه هي ما تحاولش ابدا ابدا تحرب الفكره في راسك. شحال من واحد كيسحب له انه الا قلتي لعقلك ما تفكرش في هذه الفكره فانه ما غاديش يفكر، ولكن العقل ما كيسمعش لهذا الشيء،
كنصحك بتعويض التفكير بشي حاجه اخرى، مثلا بالرسم، بالسبور، بمهم اكتيفيتي اللي كتعجبك. ثالثا هي حصر الاختيارات ديالك. قبيله ذكرنا انه المفرط في التفكير الاوفر ثينكر كيلقى مشكل بزاف في اتخاذ القرارات. علاش؟ حيت اصلا كيكون عنده عدد كبير من القرارات، فما كيقدرش يختار واحد فيهم، في حين انه يقدر يحصر داكشي نظرا للميولات ديالو، القدرات الجسديه، القدرات العقليه ديالو، شنو كيعجبو. مثلا ناخذ مثال لي زيكول من بعد الباك، فشحال من واحد كيبقى يقولك ندير لا ميديسين، لا الاركيتكت حسن ليا، اولا ندير ليرا، ندير لينسا. ما كيعرفش اصلا شنو باغي هو، في حين انه من بعد كيكتشف انه عنده ميول لانفورماتيك، وكاع داكشي اللي كان كيفكر فيه ما نفعلوش. مهم هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف، و بيزو ليكم، باي باي.